يا أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد ومسألة جديدة problem solving هناخدها مع بعض. المسألة دي هي مش غريبة عليك ومش جديدة عليك، هي حاجة يعني انت عارفها وممكن تكون انت عملتها بإيديك أصلا، ولكن عايزين نشوفها على شكل مسألة problem solving هتبقى عاملة ازاي واحنا نقدر نحلها ازاي. بيقولك print the summation and the multiplication and the subtraction of two numbers given two numbers. يعني انت هتاخد من اليوزر رقمين، تمام؟ والرقمين دول هتجمعهم على بعض وتضربهم في بعض وتطرحهم من بعض. بنفس المثال لو اليوزر دخل لك 5 و10، 5 و10 زائد بعض 15، لو ضربناهم في بعض يبقى 50، لو طرحناهم من بعض هيبقى ناقص 5. لو اليوزر دخل لك 20 و20 فجمعهم على بعض يديك 40، وضربهم في بعض يديك 400، وطرحهم من بعض يدي لك 0. اظن الموضوع سهل، ما هوش صعب، ما فيهوش مشاكل، ولكن هنحله مع بعض على شكل مسألة problem solving. وقف الفيديو وروح حلها، انا متأكد ان دي ان شاء الله انت تعرف تحلها. يلا بينا. دلوقتي هنبتدي نحل مع بعض المسألة، وخلينا اول حاجة نعملها مع بعض وهي كتابة الخطوات زي ما احنا اتعودنا. لو انت متأكد بنسبة 100% من اللي انت هتحله ومتأكد بنسبة 100% من اللي انت هتعمله، بعد اذنك في البداية اكتب الخطوات زي ما انا بكتب، عشان ده انا كده بساعدك تطور التفكير المنطقي عندك بطريقة او اخرى، واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله. Welcome user to our application. وما تستعجلش وتكتبها مع انها سهلة، ما تستعجلش بعد اذنك، تمام؟ بعدين واحدة واحدة، تمام؟ ask user to enter the first number، تمام؟ وبعدين تمام take the first number from the user. بعدين ask the user to enter second number. بعد كده take second number from the user. وبعدين نقدر نقول هنا بقى ايه calculate مثلا الايكويشنز وليكن يعني، وبعدين print out. دي كل الخطوات اللي موجوده عندنا اللي نقدر نمشي عليها. واحده واحده نمشي على الخطوه ونكتب. بص شوف، انت لو كاتب خطواتك، كتابه الكود دي حاجه عبيطه جدا وسهله. كتابه الكود ما هياش مشكله خالص، هي المشكله ازاي ترتب خطواتك وازاي ترتب افكارك. واحده واحده نبتدي مع بعض. نقول له مثلا welcome to مثلا calculator application مثلا. دي مش calculator كامله بس ماشي مفيش مشكله يعني. ask اليوزر نقول له see out بالشكل ده، ونبتدي نقول له please enter الفيرست نمبر، واديله يا عم باك سلاش ان وقف see out. طبعا احنا محتاجين نعمل using namespace std عشان السي اوت تشتغل معانا. هنا بقى هناخد بقى الفيرست نمبر ده، فهنعرف يعني variable، ممكن نعرفه من نوع short، ممكن نعرفه من نوع integer، يعني براحتك خالص. وطبعا الارقام اعتقد مش هندخل ارقام كبيره يعني، فممكن نعرفه من نوع short. فهقول له مثلا short وليكن مثلا in first number، وهسويه بالشكل ده. بعدين انا دلوقتي عايز بقى اعمل cn، فهقول له cn بالشكل ده، وهروح اخد القيمه الشورت اللي هتكون موجوده عندي. نفس الكلام هنعمله مع السكند نمبر، فهقول له see out كده، وهقول له طبعا سيمي كولون في الاخر، وهقول له please enter second number باك سلاش ان. نيجي هنا نقول له سي ان. طبعا قبل ما اعمل سي ان لازم اعرف الفاريبل الاول، اقول له شورت ان سكند نمبر وهسويه بصفر. طيب الكالكوليشنز بقى ممكن نعمل فيها ايه؟ ممكن نعرف variables نعمل فيها الكالكوليشنز، تمام؟ يعني مثلا ممكن اقول له كده مثلا شورت تمام addition، واقول ان قيمته هتبقى محسوبه calculated من ايه؟ من الفيرست نمبر زائد السكند نمبر. دي طريقه بالمناسبه، يعني دي طريقه انا ممكن اشتغل بيها. ممكن اقول له مثلا short مثلا subtraction، واقول ان الفيرست نمبر ناقص السكند نمبر عادي جدا بالشكل ده، واجي اقول له short multiplication وهضربهم في بعض. سهله جدا، ما عندناش اي مشكله في ده يعني، ده بالنسبه لنا كلها حاجات بسيطه. وبعدين لما اجي اعمل اوتبوت اروح طابع الفاريبلز، اطبع الفاريبلز واعمل سي اوت، واطبع الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن. ممكن اعملها كده، وممكن اعملها بطريقه تانية، اوفر الثلاثه فاريبلز دول، لان الثلاثه فاريبلز دول اكشولي ما لهمش لازمه على فكره، تمام؟ ان انا مجرد حسبت الحسبه ورحت طبعه، ما استخدمتوش في اي حاجه تانية غير الطباعه. فانا ممكن اقول له سي اوت بالشكل ده، واجي اقول له كده مثلا اديشن نقطتين فوق بعض، واجي اروح عامل يعني اوتبوت تاني، واروح واخد دي، شايف دي كده زي ما هي، هاخد دي كده زي ما هي كوبي اند بيست، ينفع اطبعها كده زي ما هي،
وبعدين اعمل كده واقول له اند لاين بس. وممكن اكرر نفس الكلام ده تحتيه، يعني بدل ما انا عرفت 3 variables في الميموري انا ما استخدمتهمش غير للطباعه، انا اقدر اطبع على طول من غير محتاج ان انا اعرف variables. ابص ده السبتراكشن هطرح، وده المالتيبليكيشن، وهنا هضرب، وهنا ما بقتش محتاج الخطوه دي اصلا. دي خطوه اوبتمايزيشن، عملتها ما عملتهاش. انت يعني كحد لسه بتتعلم في البدايه، مش عيب انك تعرف 3 variables وبعدين تروح طابع الفاريبل اللي انت جمعته هنا، تمام؟ ولكن انا بفهمك ازاي تحافظ على الميموري بتاعتك، ما تبقاش بتستهلكها على الفاضي. يبقى انت كده وصلتك معلومه جديده من خلال تطبيقنا على البروبلم سولفينج، ان انا في اوقات معينه مش لازم اعرف variables بس، واقدر ان انا اطبع بالشكل ده. تعالى بقى نفتح البرنامج بتاعنا ونجربه، وبعد ما نجربه لازم نعمل بريك بوينت عشان نتفرج على كل حاجه. يعني نعمل بريك بوينت كده ونبتدي ان احنا نجرب البرنامج بتاعنا. نقول له F10، هيطلب مني بقى السي ان. بص اهو، ويلكم تو اور ابلكيشن، انتر الفيرست نمبر. هقول له مثلا 5 زي المثال اللي كان موجود 5، تمام؟ وبعدين هاجي هنا واعدي واعمل سي ان. طبعا نقف هنا على الفيرست نمبر، اداني هنا ايه 5. نخش على الرقم اللي بعده واقول له مثلا والله اديني 10، انتر، تمام؟ كده بقى عندي هنا كام؟ هنا 10. فهنا هيبتدي يعمل بقى الاوتبوت. ده اول اوتبوت طبعا على السكرين اهو، الاديشن 15. وده تاني اوتبوت اللي هو الطرح هيبقى كام؟ ناقص 5. وده ثالث اوتبوت اللي هو الضرب، والضرب هيبقى كام؟ هيبقى 50. اذا احنا قدرنا نعمل الابلكيشن بتاعنا وقدرنا نجربه بالبريك بوينت وكل حاجه. عندك اي مشكله بتحصل في الكود عن طريق البريك بوينت تقدر ان انت تكتشفها وتشوف المشكله جايه منين بالظبط. واشوفك على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.